السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، النهاردة هنعمل لكم الفولية بطريقة سهلة وجميلة وصحية. معانا 2 كيلو فول سوداني، ومعانا نص كيلو سكر، ومعانا نص كيلو عسل جلوكوز، ومعانا 300 جرام مية او 300 ملي مية. وهنحط المية في الحلة اللي هنعمل فيها الكراميل او الطاسة، وهنضيف على المية السكر، وهنضيف كمان العسل الجلوكوز. هنضيف كله مع بعضه وهنرفعه على النار، وهنجهز صاج مقاس 40 في 60 سنتي. هندهنه بالزيت كويس، وهنخليه جاهز معانا لغاية ما الكراميل بتاعنا يطلع ويجهز معانا. وطبعا هنحط الفول السوداني برضه في الفرن يسخن، وطبعا معانا الرولة او معانا المردانة هندهنها برضو بالزيت عشان ما تلزقش في الكراميل واحنا بنفرد الفولية. وطبعا الكراميل بتاعنا بدأ يستوي اهو. وصل لدرجة اللون الذهبي وكده جاهز معانا تمام. هنرفعه من على النار، وهنطلع الفول السوداني من الفرن وهو سخن، وهننزل على الكراميل وهنقلب كويس جدا يا جماعة. دي المرحلة دي مهمة جدا، ان احنا نقلب كله مع بعضه كويس وهو سخن عشان ما ينشفش مننا. وطبعا بعد ما هنقلبه كويس جدا ويتجانس كله مع بعضه تمام، هيتجانس كله مع بعضه كويس ونقلب ونجيب الجوانب كلها، هنحطه في الصاج بتاعنا اللي هو مدهون زيت، وهنلم البواقي معانا كده بالمقطع، وهنبدأ نفرده بحرص شديد عشان ما يتزحلقش منا ويطلع بره الصاج. وممكن لو لابس جلافز ولا حاجة تدهنه زيت، تدهن ايدك زيت وتفرد برضو بايدك عادي، بس خلي بالك عشان سخن جدا. وهنبدأ نفرد رايح جاي كده بالمردانة لغاية ما يتساوى معانا كويس جدا. وهنلف الصاج برضو وهنفرد عشان ما يبقاش فيه حتة ادخن من حتة. وبعد ما نفرده كويس جدا هنريحه كده 2-3 دقايق، وهنبدأ نقطعه بالعرض طول حوالي 5 سنتي. وبعد طبعا ما نقطعه كله بالعرض هنبدأ نقطع الصاج بتاعنا برضو بالطول، المقاس اللي انت عايزه. ممكن تخليه صوابع، ممكن تخليه مربع زي ما تحب. كده قطعناه كله كويس وبدأ يجف معانا اهو. وهنوريكم كام واحدة كده، هنعمل عليهم تيست وهنشوف اذا كان نجح معانا ولا ايه. ما شاء الله يعني اهو نشف وكده بقى زي الفل. هنمسك واحدة كده نكسرها ونشوفها. ما شاء الله كده تمام. يا ريت يا جماعة لو استفدتوا تشتركوا في القناة، ولا تنسونا من دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.